حاجات جبتها وندمانه اني دفعت فيها فلوس كتير، وحاجات تانية هفضل ادفع فيها فلوس لو بقت ب200,000 جنيه. مرطبات البشره انا في 3 حاجات اساسيه بجربهم كل شويه، وكل ما بيخلصوا بجيب واحد منهم. ليلاك مثلا هو بالنسبه لي كويس، انا عارفه ان هو في ضجه كتيره قوي معموله عليه، بس هو شغال يعني، سعره معقول وفي نفس الوقت ترتيبه معقول، يعني هو مش حاجه واو. يجي بعديه بصراحه في الرانكينج، ولكن ليه استخدامات تانية، شان سوذنج جل. انا بحب كل البرودكتس بتاعت شان، بس شان يعني بيلزق شويه، ده جل ده كريم، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ترتيبه مش بيقعد كتير، يعني ليلاك يكسب في ان هو لونج لاستنج شويه. لسه بدات اجرب كده بايوديرما، بس انا مش حاسه ان في فرق خالص ما بينه وما بين ليلاك، الاتنين بالنسبه لي واحد، فانا مش حاسه باختلاف. تكملة بقى لمنتجات شان او منتجات الايد، انا بحب شان بادي ميلك بطريقه مش طبيعيه، انا ده ترتيبه وبعشقه. لو فضل دي سامبل عشان محدش يقول لي ايه دي سامبل. وفي نفس الوقت برضو الهاند كريم بتاعهم، بس الهاند كريم بصراحه تو بي اونست ما بيقعدش، يعني ما بيقعدش وقت كتير، يعني ما بيديش ترتيب كويس، اخره ساعتين ولا حاجه وتضطري تغيريه كل شويه. فلو عندكم اقتراح لهاند كريم بيرطب احسن من شان ده يا ريت، لان انا جربت برضو انواع مرطبات كتير وفي الاخر بضطر استخدم المرطب بتاع وشي على ايدي. ايفا ومنتجات ايفا اللي انا بحبها عندهم الهاند سكراب ده، بصراحه تحفه. عيبه الوحيد ان هو بيلزق سنه مزيت شويه، فلو نقلل كميه الاويل اللي فيه يعني ابقى شاكره ليكوا جدا. other than this سعر مقابل قيمه مقابل كل حاجه تحفه.